السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أيمن. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هتكلمكم في الفيديو ده عن إن أنت لو سنك ما بين 17 أو 18 لحد 25، فهقول لك نصايح كان نفسي حد يقولها لي وأنا في سنك ده. فتابع معايا الفيديو للآخر عشان تعرف النصايح دي. يلا بينا. وأنا في سن 18 أو 19 كان نفسي حد ينصحني بنصيحة أو ينصحني يفهمني إيه اللي مستنيني. بس أنا ملقتش حد ينصحني بالنصايح اللي أنا كان نفسي حد يقولها لي وأنا في سنكوا ده. فاول نصيحه معانا الثانويه العامه. الثانويه العامه دي اتحكى عنها حاجات كتير قوي. بالنسبه لي الثانويه العامه، بالنسبه لي انا كشخص في الثانويه العامه من 3 سنين، ما كنتش شايل بالي بالثانويه العامه. كنت مفكرها سنه هتعدي زي اي سنه. هروح العب واروح احضر هنا واغيب بالدرس ده وكنت ازوغ من هنا. ما كنتش حاططها في دماغي. كنت بقول يعني ايه، يعني هتخلص بعد كده تخش كليه، هتاخد من الكليه. بعد ما خلصت ثانوية عامة في مجموع كده معين عشان اخش حاجة معينة، بس ربنا ما اردش ان انا اجيب المجموع ده. ودخلت حاجة انا مش هقول لك مش حاببها، انا كنت حاببها بس ما كنتش عايز اخشها. عملت كذا حاجة عشان اخش جامعة تانية ما اخش الجامعة اللي انا عايزها. فبرضه ربنا ما وفقنيش في دي ودخلت اللي انا ما كنتش عايزها. اكيد خير من عند ربنا، انا ما اعرفش علم الغيب، فاكيد ان هو طالما ربنا وداني للجامعه اللي انا مش حاببها، فاكيد اكيد خير ليا. فلو رجعوني 3 سنين ورا، هحارب ليه؟ لان انت بعد ما بتشوف صحابك اللي دخل هندسه، اللي دخل طب، اللي دخل صيدله، اللي دخل اداب، واللي دخل حقوق واللي دخل كذا يعني كذا جامعه، وانت الوحيد يعني ممكن تكون قليل. يعني بتكلم كشخصي انا. فممكن يعني انت ما تجيبش مجموع فهتخش جامعه فتحس نفسك قليل وسطيهم. فكان نفسي حد ينصحني النصيحة دي، يقول لي الثانوية العامة حاجة مهمة في حياة الواحد، حاجة مهمة في حياتك. الثانوية العامة دي لو قعدت اتكلم من هنا لحد اخر السنة مش هخلص منها. لان الثانوية العامة دي علمتني حاجات كتير، علمتني حاجات كتير قوي. ويا ريت كنت ارجع من 3 سنين، كنت ان شاء الله كنت اجيب المجموع اللي انا عايزه واخش الجامعة اللي انا عايزها. بس في الاول والاخر الحمد لله. فانا نصيحتي ليك ان انت اول ما تخش الثانويه العامه، صاحبك ده مالكش دعوه بيه. ما تعرفش صاحبك اكنك ما تعرفوش. ركز على نفسك وعلى وقتك وعلى مذاكرتك. هي سنه، هي مش سنه قوي، هي بتبقى حوالي 9 شهور، يعني اقل من سنه. فانت السنه دي ركز على نفسك، ركز على دراستك، ركز على كل حاجه توصلك للي انت عايزه، وابعد عن تفكيرك السلبيه. يعني ابعد عن دماغك الافكار السلبيه اللي بتجيلك، يقول لك يا عم خدنا ايه من الثانويه العامه، تخرج وبعد ما تاخد الشهاده هتحطها مش عارف فين وهتعمل. لا 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 لا. نصيحه، كمل وربنا يوفقك في اللي انت عايزه. و... وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرك. دي نصيحة كنت عايز اقولها لك، ان انت الثانوية العامة دي حياة او موت بمعنى الكلمة. كنت باخد كلام ابويا ووالدتي، اخدهم من هنا اطلعهم من الناحية التانية لغاية ما خلصت ثانوية عامة ودخلت جامعة. عرفت ان كل كلمة هم كانوا بيقولها لي كانوا صح. بس ساعتها انت بتبقى شاب بقى، ما شايف اللي حواليك فيها ايه، يعني اخلص اخش اي جامعة ومش هتخرج واروح اشتغل في الحتة الفلانية. ده تفكيري الشخصي اللي انا كنت بفكر فيه، اللي هو يعني ايه جامعه، يعني ما عادي الجامعه فيها ايه، يعني الجامعه بعد ما دخلت الجامعه تعمل ايه. فما كنتش حاططها في دماغي غير بقى ما دخلت وشفت وحسيت ان انا اقل واحد في صحابي. بس دلوقتي انا كواحد مبسوط في الجامعه اللي انا فيها. هي المستقبل. الحمد لله ان ربنا حطني فيها، لان أنا ما كنتش حاببها في الاول، بس بعد كده حبيتها جدا. فانت في الثانويه العامه حتى لو تعبت وما جبتش مجموع اللي يدخلك الجامعه اللي انت كان نفسك فيها، فاحمد ربنا، لان انت والله ربنا حاطط لك حاجه انت ما تعرفش خير فين، وهو ما يوديك لحاجه هو عارف الخير فين، فعشان كده موديها لك. دي اول نصيحه ليك الثانويه العامه. تاني حاجه، اتعلم مهاره او اتعلم حاجه جنب الجامعه. عايزين اختصر بس في حاجه كده معينه الاول.
ان انت في ناس كتير بتقول لك اتعلم مهارة البرمجة، اتعلم مهارة دروب شيبينج، اتعلم مهارة تسويق، اتعلم هنا اتعلم هنا، لا اتعلم انجليزي، لا اتعلم فرنساوي، لا اتعلم كذا، لا اتعلم كذا. ما تشتتش دماغك. اللي انا عايز اقول لك ما تشتتش دماغك، ركز على حاجة واحدة بس. يعني انت دلوقتي في الجامعة بتدرس الجامعة، فانت اللغة الانجليزية دي لازم تكون معاك اساسي. فانت طول فترة الاربع سنين بتوعك بتوع الجامعة تتعلم مهارة الانجليزي، تتعلم اللغة الانجليزية، انت تعلمها، اتعلمها، لازم تتعلمها. لان سوق العمل دلوقتي كله محتاج اللغة الانجليزية. فانت لازم تتعلم اللغة الانجليزية دي، وانت كده كده في الجامعة الاربع سنين انت بتوع الجامعة تتعلم فيها اللغة الانجليزية. ما تحطش في دماغك البرمجة، ما تحطش في دماغك اللي هو يقول لك تعالى اعلمك ازاي تسوق او دروب شيبينج او اي حاجة وتطلع لك $200 في الشهر، $300 في الشهر، $400 في الشهر. الكلام ده كله والله والله ماليش 60 لازمه، ملوش 60 لازمه. انا كنت بقى يعني انا كواحد زيك كنت اخش على اليوتيوب ازاي اعمل كذا كام دولار في اليوم، يخش على كذا على كذا عشان تجيب مشاهدات بس. اما والله والله عايز تتعلم حاجة في كذا منصة عندك تتعلم منها احسن من ناس تشتت دماغك. انت دلوقتي عايز تتعلم حاجة هتخش الواحد يشتتك يوديك سكة تانية خالص ليه؟ امشي ورا مصادر انت يعني معروفة، امشي ورا مصادر معروفة. يعني انت دلوقتي عندك منصة ينفع وادراك، في كذا عندك منصة بتدوا عليها كورسات مجانية ومعروفة، يعني معروفة. فانت ما تخليش حد يشتتك، ما تخليش حد يشتتك. النصيحة ان انت خليك يعني النصيحة الاربع سنين بتوع الجامعة اتعلم جنبهم حاجة. والله 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 اللي هتصرفه على نفسك هيرجع لك، اللي انت بتطور نفسك هيرجع لك، اي حاجة تعبت فيها على نفسك هترجع لك قدام والله. تعبت على نفسك في تعليم الانجليزي، بعد كده تخرج تبقى معاك لغه انجليزيه. انت لو حبيت تسافر هتعرف تسافر، حبيت تشتغل في شركه انت معاك لغه انجليزيه خلاص تعالى اتفضل. انت فاهمني؟ فاهم حاجه ان انت تكون معاك حاجه جنب الجامعه، مش تدرس وخلاص. انا والله دلوقتي بدرس في الجامعه، بتعلم حاجه جنب الجامعه مهاره، وشغال بشتغل شغلانه جنب الجامعه. يعني انا شغال وفي الجامعه وبتعلم. هتقولي ما فيش وقت، لا نظم وقتك، نظم وقتك. الصيحة التالتة وهتبقى الاستمرارية، متكلم عليها في الفيديو اللي فات. اهم حاجة انك تستمر. اللي هو انت يعني انا دخلت الجامعة المفروض اتعلم مهارة، اتعلمت المهارة، بتعلم في المهارة. اول يوم اتعلمت، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم كسلت، خامس يوم لا مش قادر، سادس يوم لا اصل عندي اصل انا مشغول. مشغول ايه؟ اهم حاجة الاستمرارية. طول ما انت مستمر لو حتى 10 دقايق، لو 10 دقايق، لو خطوة صغيرة قد كده كل يوم هتفرق معاك آخر السنة. كل يوم خطوة، خطوة واحدة هتفرق معاك آخر السنة. شوف كام خطوة. فانت استمر، تعال على نفسك. في الأول مش هتلاقي يعني انت في الأول مش هتلاقي نتائج، بس أوعدك والله توفيق ربنا وتوفيقك وسعيك هيبان في الآخر. هيبان قد ايه انت تعبت عشان توصل الحاجة دي، قد ايه تعبت عشان تتعلم اللغه الانجليزيه وتعلمتها، قد ايه تعبت عشان تتعلم البرمجه وتعلمتها. مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه هتجيلك طول ما انت قاعد على السرير وماسك التليفون. طول ما انت قاعد على السرير وماسك التليفون وتسكرول مفيش حاجه هتجيلك ابدا. لازم تسعى وتجتهد عشان ربنا يكرمك ويوفقك. فانت لازم تستمر. الاستمراريه، في ناس تقول لك استمر وخلاص. يعني ايه استمر؟ ما انا بفهمك اهو. يعني انك تستمر تفضل تعمل الحاجه كل يوم، مش تجي حتى يعني لو جيت وقعت في يوم كمل اليوم التاني. رجع الحماس اللي كان عندك، يعني رجع الحماس اللي كان عندك. فانت لو وقعت في يوم كمل اللي بعده، وقعت يومين كمل اللي بعدهم، ما تقفش كمل. انا اهم حاجه تكمل. طول ما انت بتكمل ربنا هيكرمك والله والله. طول ما انت بتكمل وبتتعب في الحاجه اللي انت بتعملها والله والله ربنا هيكرمك. وعلى تجربه شخصيه دخلت في مجال، انا دخلت في مجال نوعا ما مش عايز اذكر اسمه. ع- اول مره، تاني مره، تالت مره مش لاقي نتائج، رابع مره مش لاقي نتائج، بعد اسبوع مفيش نتائج والله مفيش نتائج. بعد اسبوع يعني حوالي اسبوع ونص
بدأ النتائج تظهر حتة في حتة. بلاقي ايه النتيجة المرة دي كويسة، الاسبوع ده اللي بعده لا احسن، اللي بعده لا أحسن. بعد شهر بقت جميلة. فانت ليه يعني انت لو انا كنت يئست وقفت بعد اول اسبوع، خلاص انا مش هكمل بقى، انا الحماس عندي انطفى. لا، رجع الحماس تاني ورجع الشغف تاني، واستمر في الحاجة اللي انت بتعملها. اي حاجة انت نفسك فيها او بتحبها اعملها يا عم، استمر فيها. انت دلوقتي يا عم تحب تلعب رياضة، انزل العب الرياضة كل يوم. يا عم اعمل الحاجة اللي انت بتحبها، وما تضيعش وقتك على حاجات تافهة. اوعى تضيع وقتك على حاجات تافهة، ابوس ايدك ما تضيعش نفسك وما تضيعش وقتك على حاجات تافهة وما تسواش. ضيع وقتك على نفسك، ضيع وقتك على تطوير ذاتك، ضيع وقتك في تطوير نفسك. لان لما انت هتنجح هتفتخر بنفسك ساعتها. وهختم معاك الفيديو انك طول ما انت مراضي ربنا ومراضي ابوك وامك، صدقني صدقني هيفرق معاك في حياتك. هيفرق معاك في حياتك وهتشوفه قدام عينك. خلي علاقتك بربنا كويسة، وخلي علاقتك بأهلك كويسين، واستمر استمر استمر. أهم حاجة إنك ما تيأسي. وأي حد يقول لك يا عم ده بيتعلم لغة إنجليزية مفكر نفسه وقاعد بره، خد من هنا طلع من هنا. ما يشغلكش كلام حد، ما يشغلكش كلام حد. ركز على نفسك، طور من نفسك. هتعدي بمراحل مراحل زعل، بس صدقني والله ربنا هيجبر بخاطرك، هيجبر بخاطرك، وهتنجح. وهتشوف نفسك فوق، وكل اللي كانوا بيضحكوا عليك هتلاقيهم تحت، هتلاقيهم تحت. فصدقني طور نفسك، اتعب على نفسك، حاول تطور من مهاراتك، اي مهارة انت عندك بقى. حلو. والثانوية العامة زي ما اتكلمنا في اول الفيديو، حياة او موت، حياة او موت. وهتعرف الكلام ده اما تخش الجامعة وتشوف بعينك. الثانوية العامة صدقني لو ضيعتها من ايدك هتندم طول عمرك، والله هتندم طول عمرك. وهتحس نفسك كده اهو. تخش الجامعة اللي انت نفسك فيها، اللي انت نفسك فيها، وتعب هتتعب 6 شهور او 8 شهور يا عم. هتتعب وتشوف الذل، بس والله ربنا ما هيضيع تعبك، وهيحقق اللي انت عايزه. وبعد ما تخش الجامعة زي ما قلنا اتعلم مهارة جنب الجامعة، هتفرق معاك بعد التخرج. وبس، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب اكون فدتكم. ولو في اي استفسار عايزين تعرفوه اكتبوا لي في التعليقات تحت. ولو اي حاجة عايزين تعرفوها او اتكلم عنها بعد كده اكتبوا لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية هتبقى ان شاء الله جميلة هتعجبك. فيا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تدعم اخوك بلايك. وشكرا ان انت وصلت لحد هنا دلوقتي. سلام.